يا ريتكم احلى متابعين معانا تجي تتغدوا معانا. تعالي يا بوسي، يلا تعالي. بدي احط لها بوسي تاكل مثل ما انتم شايفينها. هيها بحط لها نتفة صدر. تعالي يا بوسي خدي يلا. هاي كمان بوسي بتاكل. السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم يا متابعينا؟ ايش اخباركم؟ ايش بتحبي للمتابعين تحكي لهم يا مريوم؟ ما تنسى تحط لايك واشتراك على القناة. جملة مريم صارت المشهورة من دون ما نحكي لها، بس هاي بتطلب منكم. احنا دايما بنقول لمريم قولي لهم يحطوا لنا لايك. مريم اليوم صارت جملتها المشهورة، هاي عشان خاطر مريم حطوا لها لايك. وشوفوا البوسي قاعدة بين الزريعة من الشوب هيها بوسي بين الزريعة قاعدة. وكمان هاي زرعتنا الحلوة وحبات البندورة. أنا اليوم لأول مرة بدي أرجع أصور لكم مو أختي اللي بتساعدني في الفيديو، لأنه كل مرة هي اللي كانت تساعدني بالفيديو. بتعرفوا بخصوص القناة والأحداث اللي صارت معايا توقيف الربح، أنا كان ما لي خاطر أطلع أصور، فعشان خاطركم مستمرة معكم. وهي مريومة كمان اكتر واحدة كمان تشجعني، مريومة الحلوة. وكمان امي مثل ما بتعرفوا اديركم الكاميرا عليها كانت في خان يونس، وهيها اليوم وصلت. واحنا حكينا لكم في الفيديو السابق بدنا نعمل لها اكلة الملوخية من زرعتنا لما تيجي خلناها، بس عرفت انه تسكير القناة وتوقيف الربح احنا مرضينا نخبرها، لانها هي طالعة امي من بداية الحرب ما طلعت من باب الخيمة وبرا، فطلعت يعني من 3 سنين تطلع اول مرة تطلع وتسافر على خان يونس تقريبا عند اخوتي. فانا ما رضيت انكد عليها، وهي اجت وعرفت انه ربح القناة السكر وزعلت مثل ما حكيت لكم كتير، زعلت وقاعدة تصيح. ايش بتحبي تحكي للمتابعين؟ يسعد مساهم. بدي اياهم ان شاء الله يكونوا بخير وعافية ان شاء الله، وسلمين وغنيين ان شاء الله. وبدي تساعدوا مريومة لان انا تعبت لما سمعت عنها. الله المستعان. هي كتير يا احنا نفسيتنا تعبت، وحتى انا بحكي لكم من بداية الفيديو انه انا مالي خاطر كنت اصور، فاللي شجعتني اختي الله يسعدها، وهي اللي ساعدتني. حتى هي اول فيديو صورته لحالها، بعدين صارت تطلعني انا في الفيديوهات، وهي اللي تصور وتحكي فيهم وانا ابقى احكي معها بالفيديوهات. فاليوم انا راح اصور فيه، واذا هي حبت تحكي معاكم كمان لان كنت تعودتوا عليها في الفيديوهات السابقة. فاليوم مثل انتوا شفتوا عنوان الفيديو انه بدنا نعمل اكلة الملوخية. خليكم معنا بدناش ننكد عليكم فوق ما النكد اللي احنا فيه. الملوخية كانت مريم بدها تطبخها يعني الساعة يوم ما وقفت القناة بدها بقت تطبخها وتصورها طبعا تفرجيكم كيف طبيخها. يعني لها تقريبا 10 ايام. فهي تنكدت وزعلت لما كانت توقف الربع عليها. فاليوم هي حبت لما انا اجيت طبعا من عند اولادي واحفادي من خان يونس، فحبت اليوم هي تطبخها لما انا اجيت ووصلت. يعني ما حبت ما تاكل الملوخي وانا مش عندها. انا مثل ما حكيت لكم يعني انا ما رضيت اخبرها في القناه. مريم امي على يعني صحتها على قدها، وهي طلعت لها 3 سنين ما تطلعش من الخيمه. شوفوا هاي باب الخيمه هذا ما تطلعش منه برا، فيوم ما طلعت منه انا بدي انكد عليها ما رضيتش. انا حتى نسوين اخوتي كانوا عرفوا في الاحداث اللي صارت معي، بس انا والله حاسه في عندي اشي. انا رنيت عليه، انا كل يوم يا اخوان برن عليها، فيش وقت، فيش تقريبا 3 ساعات يمروا الا انا كل رن عليها. يوم ما رنيت عليها اخر النهار ما رنيتش عليها الصبح، فحكيت معها اللي هي بتحكي لي ايش في، عرفتني من صوتي. سبحان الله، ايش عن الضراحه. سبحان الله، الامهات بيعرفن ايش بصير في اولادهم وبناتهم، عندهم احساس. اقول لك انت ايش في عنا في الزوايد عند مريوم في صار اشي تقول لي لا، تقول لي لا. فما حبت تحكي لي. لما انا اجيت هنا
وأنا يومتها صليت الفجر ونمت، بعد ما نمت على الفجر حسيت مريم يعني كيف تعبانة، فأنا قلت في عند مريم في مشكلة، بس ما حبوا يقولوها إلي. لما أنا جيت وصلت تهان فأنا عرفت إيش اللي أنا يعني كنت حاسة فيه في مريم. يلا بكفي نكد وخلص، وإن شاء الله أملنا وعشمنا كبير في المتابعين ينشرون هاي القناة عشان معنويتنا ترجع لأكتر من قبل، ونقوى فيكم كمان، لأنه أنتم وحياة الله يا أحلى متابعين بتعطونا الأمل، وأغلى متابعين بتعطونا الأمل في قطاع غزة والقوة. إحنا عايشين طبعا بقوة الله ثم قوته إن شاء الله. يلا خلاص بدناش نكد، خلينا نكمل طبختنا. ومثل ما حكينا لكم بالفيديو اللي نزلناه قبل فيديو الفتة، انه احنا جاتنا دجاجتين، خلينا منهن دجاجة نطبخها على ملوخية. وهي كانت الدجاجات هذول من المخيم، اجت مؤسسة في المخيم وزعوا علينا من هذول اللي بيجيهم دعم من برا، فاجوا جابوا للمخيم. معتي ام البنات اللي هي امها لمريم اعطت دجاجة ومعتي احنا الدجاجة، فانا لقيتها كتار علينا، قلنا بنخلي لبكره بنطبخها ملوخيه، لانه مثل ما حكيت لكم قبل انا بدي نطبخ الملوخيه كنا ارداحي بدون لحمه على مازي، فاليوم الحمد لله راح نطبخها على هذا رضا من رب العالمين. الحمد يلا لله. خلينا تعالوا نروح على ملوخيتنا ونشوف زرعتنا وافرجيكم ايش صارت في زرعتنا. لكم اليقطين، ما بعرف انتوا ايش بتسموه، اليقطين ما شاء الله كبرت شجرة اليقطين. هاي راح بكرة اعمل عليها محشي مع البتنجان، ما شاء الله. احنا البتنجان لسه ما كناش منه الا اكله. وهاي كمان شوفوا البتنجانات ما شاء الله، افرجيكم اياها. هاي البتنجانة وهاي كمان بتنجانة، وفرجيكم هاي شتلة الكبيرة، شتلة البامية. هاي هذه البامية يا اخوان ما شاء الله كبيرة، بس لسه ما كناش منها. شايفين هاي شتلة البامية، وهاي زرعتنا. وهاي البتنجان، شوفوا البتنجان ما شاء الله. هاي كمان بتنجانة، راح نعمل محشي من زرعتنا كمان. وهاي الملوخية، ملوخيتنا. هاي الوالدة قاعدة بتقص في الملوخية، الله يعطيها العافية. ولازم مريم الشركة يا اخوان. الملوخية فيها دودة لأنها بتاكل بورقها، ما بعرف إذا طلع لكم أفرجيكم هان. شوفوا كيف بتاكل الدودة الورق، هاي بتاكل الورق مثل هيك بتاكله. اللي بيعرف طريقة أو علاج لحل مشكلة الدودة للزريعة علشان نحطها للزريعة. طلع مريوم. طبعا هاي الملوخية فيش عليها مواد حافظة، فيش عليها أي كيميائية، يعني سوى الماء ما كنا نسقيها. وهينا قصينا الملوخية قاص، وخلينا الشرش علشان ننقي منها مرة تانية، نقص منها. احنا قصناها قاص، الشرش ضايل بالأرض. وهاي مريومة بتساعدنا، كانت تاكل مريومة من حد ما شغلت الكاميرا علشان افرجيكم. شوفوا هي بتاكل رز، فرجيهم ايش بتاكلي. هذا رز بيت من امبارح، مريم قاعدة بتاكل فيه، وهيها قاعدة بتساعدنا. قال لنا بدها تفرجينا انه هي بتساعدنا. طب كملي اكلك وبتيجي تساعدينا. وهي الوالدة بتنقي معنا، بتساعدنا كمان في الملوخية. نورت خيمتنا بوجود الوالدة طبعا، موجود الله فموجودة. عملنا ننقي الملوخية. هاي ملوخيتنا مثل ما حكيت، الملوخية فيش عليها اي مواد حافظة، سوى الماي ما كناش نحط عليها، صح يا مريوم؟
افرجيكم مريوم انها عملت هي. هذا بس المي، هذا المية طبعا المي لما بتتوفر بنسقيها، ما بتتوفر المي. وهي والله سمعنا قبل شوي خبر كتير مزعل كمان، زي والله زي القناة، انه المحطات في غزة المي الحلوة توقفت بسبب السرر والزيت. لأنه بقولوا السرر والزيت كتير غالي. جارتنا اجت تسلم على امي، يعني مش حفصل أهلا وسهلا، اجت أهلا جارتنا وسهلا. توصل تسلم على امي اهلا وسهلا. الله نورت البلاد. عشان تعرفوا امي غالية، رغم انها ما بتطلعش من المخيم لكن لها محبين في المخيم. بالله عليك يا مريوم ما بقيت ابعث لها السلام. والله دائما بقيت ابعث والله انا دائما اكون عشان- دائما والله ايش هاي جارتنا سلمى على المتابعين يا جارة. احلى متابعين، كيفكم اليوم؟ إيش- هذه جارتنا جنبنا يعني بيننا وبينهم هي السياج. طبعا هذه زي بنتي، يعني في مكان بناتي هذه جارتنا شعبان. العزيزة. ضروري تعملوا لمريوم الغالي متابعة ومشاركة. الله يسعدك يا جارتي. هيك الجيران، جيرانكم يا متابعين. زينب ومريومة ما زالها بتاكل في الرز اللي بايت، وخلينا ننقي الملوخية ونرجع لكم للخرط. وهنا تقريبا خلصنا كمية الملوخية وضايل شوية. مريومة بتساعدني وراح يعني شوية وبنصل مرحلة الخرط. هاي ما شاء الله شوفوا ورق الملوخية. وهاي تكينا الملوخية علشان هالقد بدنا نخرطها. طبعا مريومة عندها أولاد جيراننا أصغر منها، حتى مش من سنها، قاعدة تلعب معهم. أفرجيكم إياهم. أيام قاعدة بتلعب، عشان هيك طالع صوتها بالفيديو وأنا بصور. هلا وصلنا مرحلة التفريم. امي هيك بتنعمها شوية على السكينة، وانا هالقد باخذها منها على المخراط. طلع مريوم لازم يا متابعين دائما بشاركها في كل حاجة، دائما ما دائما بحكي لهم لازم تحط بصمتها، وبصمتها اللي بتحطها إلها نكهة. صح يا مريم؟ إلها همة. هي شايفون مريم ست بيت، هيها صارت من هالقد بنت شاطرة. مريم ليه عاملة خدك على شقة؟ عاملة خدها على شقة زي اهل اليمن بيعملوا خدهم على شقة، فمريم زي هيك قاعدة وهي بتخرط. والله العظيم مريم إلها ملامسات كتير حلوة. طبعا كل من يساهم في قناة مريم، وكل واحد يعني بيساهم لأي واحد في غزة، مش بس لمريوم، برضك لكل إنسان في غزة. الله يعطيه لما يرضيه، الله يحميك ربنا من أولاد الحرام. طبعا يعني تدعموا مريم في قناتها، تحطوا لها طبعا لايكات، تحطوا لها مشاركة، طبعا مشاهدة معها الفيديوهات لجل عشان تكبر وتعلى إن شاء الله بصوتكم، طبعا بفضل الله ثم فضلكم طبعا إن شاء الله. واحنا هاينا بلشنا مرحلة خرط الملوخية في المخراط مثل ما انتم شايفين، ومريم هيها بتستنى. مريم طبعا يا متابعين بدنا نغديها اليوم ملوخية، طبعا من الملوخية اللي احنا ما شاء الله عليها ناعمة الملوخية، رغم انها صفية، لكن هذا الملوخية بتقعد 40 يوم. شتلة الملوخية 40 يوم، يعني كنا نزرعها قبل الحرب 40 يوم، بعد 40 يوم كنا نخلعها. ما شاء الله هذا الملوخية يمكن بس شهر او اقل من شهر، فكنا هلقيت يعني عشان هيك ما شاء الله ناعمة ما شاء الله وركتها، يعني ان شاء الله الدب مش رايحة تغلبنا في الخرط. مين جاي مريوم؟ امها اجت. امها اليوم اجت بدها عشان تيتا اجت بدها تتغدى هان، امها اجت طبعا ام البنات. اللي وصل معانا لهان احلى متابعين ما ينسى يحط لايك في القناة، يحط لنا لايك على هذا الفيديو. الدعم ان شاء الله من رب العالمين ثم منكم ان شاء الله تدعموا مريم. واللي بيشاهدنا يشترك لنا في القناة فضلا وليس امرا. اللي بيقدر ينشر لنا القناة حتى
عائلتنا الصغيرة يا أحلى متابعين طبعا فيكم تكبر. انتم بتعرفوا طبعا قناة مريم هذه هي باب مرزق ل5 عيال، يعني منهم في ولاية بالطعم منها ولاية، وبعدين في برضك غير الولاية أيتام برضك. يعني ما مريم ما بتكسر مع حدا محتاج، مش بس مع عيلتها، والله العظيم من برا أي كان واحد تعرف عنه مريم محتاج فمريم تدعمه والله. فبدي انتم تدعموا مريم في قناتها ان شاء الله عشان تكبر طبعا بصوتكم وبإرادة رب العالمين ان شاء الله. هاي مريومة هذا اغلى البنات عندي. مريومة بتقول لها المتابعين في القناة القديمة كانوا يقولوا لك يحكوا لي أنا مريم عندك إلها معزة خاصة. قلت لهم مريم فعلا إلها معزة خاصة عندي. يعني مريم أنا أكتر واحدة تقريبا اللي ربيتها، صح يا مريم؟ حتى امبارح بحكي لمها بناتي كانوا صح ربيتهن، بس أكتر واحدة أنا اللي ربيتها مريومة، لأنه مريومة إجت علينا وهي صغيرة وضلتها معنا طول الحرب طبعا مريوم ووعيت علينا. مريوم هذه لما انولدت أو لما صورت يعني أمها وهي حبلة فيها، فكانت أبوها يعني عرفوها بنات، فأبوها لمريم قال هذا إن شاء الله على اسم خالتها مريم، لأنه مريم كانت حنونة وكثير حنونة عليها. هي كانت تحب يعني والله يوم ما سماها وراح سماها وجاب لها شهادة الميلاد واسمها، رن يوميتها علي وقال لي يا مريم أنا سميت بنتي على اسمك بس جيبي لها حلق، واستشهد أبوها والحلق لسه والله لو الله يعطيني أول شغلة راح أجيبها لمريومة حلق. حتى هي مريومة بتحسس على إيدينها إنه فيش في إيدينها حلق. إن شاء الله ربي يعطيني علشان أجيب لك هذا الحلق إن شاء الله رب العالمين، عشان خاطرك وخاطر أبوك في قبره. طبعا هاي مريومة تعمل لكم حركات ان شاء الله شوي. يعني ملوخيتنا بدها تقريبا نص ساعة بتكون جاهزة. انا هلقيت بدي افصل معاكم عشان اكمل الملوخية واورجيكم لوين وصلنا. خليكم معنا مش تروحوا لبعيد، احضروا الفيديو للنهائي وشاهدوه. بتمنى منكم ما تكونوا مقدمة الفيديو تقدموه، لانه عشان المشاهدات يرفعن عنا. مثل ما بتعرفوا قناة جديدة وبدنا نخلص بهمتكم معنا ساعات المشاهدة. هاي خلصنا فرم ملوخية، راح لقيت نضيفها على المرقة. أنا أختي بتساعدني. طبعا هذه المرقة مع الهش ولا نوع بهار. الملوخية بنحط لهاش بهارات، يعني شو لما بكون في الصوت نحط شوفوا ما شاء الله لونها. هذه الملوخية راح تكون زاكية لأنها من زرعتنا. هاي خلصنا الملوخية. احنا بنحب نحط لها بندورة. هاي مريومة بدها تنقي لنا حبة، نقيها صغيرة يا مريم، نقي يلا واحدة صغيرة. ايوه نقيها يلا خلاص معي، فرجي لها المتابعين. يلا شوفوا مريومة ايش نقات. يلا تعالي نودي بنشيلها هان مريم عشان هي معلهاش مواد حافظة فبتاكلها الدودة. شايفين مثل هيك، ما بعرف اذا واضحة الكم. هيها من هان اذا الكاميرا واضحة لكم من هنا. وهينا بدنا نحط لها البندورة، قسمناها الى قطعتين اليوم، يعني طبختنا من انتاج زرعتنا. وهنا حاطة التومة بدي احط لها سمنة. معلقة سمنة طبعا حطينا. راح اخليها تاخذ اللون الذهبي ونحطها. بدنا نحط التوم اللي قلناها. احلى شي في التومة الطشة تاعتها. راح نضل شوية تومة
راح نحطها. وهيك الملوخية تاعتنا صارت جاهزة. اصحي الغاز يا خالتي، خليكم معنا حتى نتغدى احنا وياكم. يا ريتكم معنا تاكلوا من طبختنا الطازة. هينا هيك خلصنا أكلة الملوخية، وهي ست مريم بصب لها عصير. عملنا عصير هذا بوكتات كمان واحنا بنصور الفيديو. اجتنا صينية رز، افتحيها يا هاي مريم. فتحتها مريم، بدهاش مساعدة. شوفوا نص دجاجة عليها كمان. فالحمد لله. هاي أكلتنا. ما تنسى تحط لايك واشتراك على القناة. قلت لكم هذه يجي كلمة مريم المشهورة العسولة. يلا. وهلا بدنا احنا نتغدى بعد ما جهزنا طبختنا وملوخيتنا. شوفوا اقرب لكم عليها، شوفوا كيف منظرها، ما احلاها كتير الملوخية بالشحي. بالشحي ما شاء الله زاكي يعني، لانها انتاج يعني من زرعتنا. ما شاء طبعا الله. راح تكون زاكية يعني. فيش اشي مريم بتحط ايدها فيه بتكون مش زاكية. مريومة زاكية. ما شاء الله زاكي. تعالي يا بوسي. يا ريت احلى متابعين معانا تجي تتغدوا معانا. تعالي يا بوسي، يلا تعالي. بدي احط لها بوسي تاكل مثل ما انتم شايفينها. هيها احط لها نتفة صدر. تعالي يا بوسي خدي يلا. هاي كمان بوسي بتاكل. مو بس مريم اللي بتاكل، بوسي ما انها اليوم ما دورتش على بوسي. مريم الصبح هي اللي طعمت بوسي، كل يوم هي اللي بتطعميها، صح يا مريوم؟ اليوم ما دورتش عليها. فانا عن مريم عشان الاكل زاكي راحت سابت البوسي وراحت تاكل. كيف الاكل؟ الحمد لله منيح. طبعا ما ينسوا يحطوا لايك. هاي مريم بتقول لهم ما تنسوا تحطوا لنا لايك واشتراك على القناة عشان تكبر طبعا برب العالمين ثم ابكم. يلا بدنا نترك الوالدة تاكل والحاجة مريم هي بتشرب بالعصير. ومع السلامة. يلا يا مريم مع السلامة.